السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى يا رب كل اللي يشوفني يكون بخير. خلاص بدأنا بقى، الشتاء داخل علينا. نبدأ بقى نعمل المعجنات بتاعتنا والحاجات بتاعتنا. شتاء مع مدارس، يعني بقى شوية فينو، شوية كرواسون، شوية باتيه، شوية بسكوتات. إن شاء الله هنعمل كل ده الفترة اللي جاية. تمام. النهاردة إن شاء الله هنعمل الكرواسون بطريقة سهلة جدا جدا، من غير بيض، من غير زبدة. إن شاء الله طريقة اقتصادية هتنجح معاكي من أول مرة. فيديو الفينو الحمد لله يا رب عجب ناس كتير جدا، وناس كتير جربته ونجح معاها. شكرا لكل كلمة حلوة اتقالت لي، ربنا يا رب يكبر بخاطركم. يلا بقى نبدأ بقى الوصفة بتاعتنا النهاردة، وهوريكي الكرواسون هيطلع معاكي هش وطعمه جميل جدا قد ايه. بصوا مبدئيا كده انا هشتغل على 1.5 كيلو دقيق، ماشي؟ بس هديكي مقادير كيلو، خلاص، علشان ما تلخبطيش نفسك ولا انا لخبطك. هديكي مقادير كيلو علشان لو حابه تقسميه على نص كيلو، على 2 كيلو، على كيلو ونص، على كيلو، يبقى سهل بالنسبه لك ان انت تقدري تقسميه. يبقى هديكي مقادير كيلو مبدئيا كده معايا على كيلو دقيق. اي دقيق بقى انت حباه، خلاص. ويا ريت يفضل لو دقيق العرق بتاعه يكون قوي شويه عشان يديكي نتيجه احسن يعني. حطيت معايا معلقتين لبن بودر، وده ممكن تستغني عنه نهائي، خلاص. هنحط على الكيلو كيس واحد فانيليا. مفيش دعوه بقى بالمقادير اللي انا بحطها، لان انا شغاله على كيلو ونص زي ما قلت لكم. هنحط كيس من الخميره. الخميره دي انا مجرباها وعارفاها وعارفه ان هي بتتفاعل. لو الخميره انت عايزه تعملي لها تيست الاول اعملي لها. هتحطي الخميره في كوبايه على معلقتين سكر على شويه ميه دافيين مش سخنين، او شويه حليب، خلاص. وتقلبيها كويس وتغطيها، ولما تفور معاكي يبقى كده الخميره بتاعتك زي الفل. انما انا عشان مجربه الخميره فعارفه ان هي كويسه. هنحط كل مقاديرنا على بعض زي ما انتم شايفين. معايا هنا السكر، وعلى كيلو الدقيق هنحط 3 معالق كبار من السكر. يبقى حطينا ايه على كيلو الدقيق؟ حطينا كيس خميره، معلقتين لبن بودر، وده اختياري لو مش موجود خلاص ولا تشغلي دماغك بيه. حطينا كيس فانيليا، حطينا حطينا كمان 3 معالق من السكر، وحطينا كيس خميره، وحطينا تلت كوبايه من الزيت، وحطينا معلقه خل. والخل ده انا بحب احطه لكل المعجنات، ده محسن طبيعي. وحطينا كمان رشة الملح اللي بنحطها في المعجنات كلها. وهبدأ أضرب كل الكلام الجميل ده على الهادي كده، يعني مش بضربه، أنا بخلطه. يبقى أنا في الأول بخلط المكونات دي بس مع بعض الأول، لسه ما بدأتش عجن ولا أي حاجة، فركبت الكف وإن هو بس بخلطهم مع بعض. لو هتشتغلي بالإيد مفيش أي مشكلة، اشتغلي بإيدك وعجني على إيدك. برضو هتقلبي المكونات دي كلها الاول، وبعد كده نبدا نحط السوائل ونعجن بالطريقه اللي انتوا شفتوني بيها كتير قوي بعجن بيها على ايدي. خلاص هنا قلبت المكونات، هشيل بقى الكف واركب اللي هو الخطاف ده بتاع العجن. طيب بالنسبه للسوائل بقى اللي انا هستخدمها، انا هستخدم ميكس ما بين الميه وما بين الحليب. يعني هو الكيلو هياخد معايا حوالي من كوبايتين لكوبايتين ونص، تمام؟ من المج بتاع الشاي العادي من كوبايتين لكوبايتين ونص. وطبعا كل دقيق بيختلف عن التاني. حابه تستغني عن الحليب وتعمليه بميه بس هيطلع معاكي برضو في منتهى الجمال، مفيش اي مشكله. بس انا بقول بما ان بقى دي يعني ايام مدارس بقى والولاد يعني بتحب تاخد الحاجات دي كلها مع المدارس، فيعني بقول ايه، نحط لهم على قد ما نقدر حاجات فيها قيمه غذائيه اكتر، تمام؟ يعني اللبن البودر مع الحليب يعني هيدي ايه، قيمه غذائيه اكتر. بس لو مش موجودين مفيش مشكله، ممكن تستغني عنهم هما الاتنين وتعجني بميه بس. بصوا بقى، هنا العجينه طبعا لما اختلطت معايا انا بعمل ايه، بعجن شويه وبقف شويه، بعجن شويه وبقف شويه. وانتي برضو لو هتعجني على ايدك هتعملي كده. طب ليه بعمل الحركه دي؟ علشان اخلي ليها عرق اكتر. بصوا هنا العجينه لسه بتقطع معايا، يبقى لسه ما اتخدمتش كويس. بصوا طالما مش بتمط كده وبتقطع معايا يبقى لسه عايزه كمان شويه عجن حلوين. علشان المعجنات تنجح معاكي كويس جدا جدا لازم تاخد حقها في العجن كويس قوي. المعجنات غير البسكوتات. البسكوتات بقولك لا ما تتعجنش كتير، انما المعجنات لا، اعجني على قد ما تقدري. لقيتها هنا كده ايه، ماسكه شويه كده وناشفه معايا وبتتقطع. زودت لها حوالي معلقتين بس ميه، طبعا الميه بالتدريج عشان بس ما تخنكيش وتدلقي مره واحده. وايه، وكملت عجن. بصوا هنا بقى شايفين العجينه بسم الله ما شاء الله بتمط معايا ومش بتتقطع ازاي. هو ده بقى النتيجه اللي انا عايزاه، طريه جدا بس مش بتلزق في ايدي. خلاص طريه ومش بتلزق في ايدي، وفي نفس الوقت لما بشدها بتمط معايا
مش بتتقطع. يبقى كده هي اتخدمت كويس واتعجنت كويس جدا، هتديني ان شاء الله نتيجة زي الفل. يبقى لو هتعجني بايدك يبقى هتعجني شويه وتريحي منها بقى، تريحي ايدك بقى يا ست الكل، ومنها ايه تريحي العجينه ان هي ايه تربي عرق معاكي والجلوتين اللي فيها يشتغل، فهتديك ان شاء الله نتيجه حلوه قوي. حتى لو الدقيق بتاعك ما فيهوش عرق جامد انت كده بتعملي له. بصوا بقى خلاص بقى سيبها تخمر. حطيت شويه زيت بس في من تحت كده في الطبق من تحت، وهبدا احطها واغطيها واسيبها تتدفى. يعني لسه ما دخلناش في الشتاء الجامد قوي، فهي خدت معايا حوالي ايه ساعه. عايزه تحطيها مستعجله عليها تحطيها في مكان دافي، يلا حطيها زي ما انت عايزه. هنا بعد مرور ساعه اهي زي ما انتم شايفين اهي اختمرت بسم الله ما شاء الله وفي منتهى الجمال. هبدا بقى اهبط العجينه دي واخرج كل الهواء اللي فيها عشان ايه ابدا اشتغل فيها. وكل ما هتريحي العجينه وهتديها حقها في الخمر وفي العجن وفي التريح هتديكي نتيجه زي الفل. يلا حطيت كده شويه دقيق على الرخامه بتاعتي، واروح ايه ابدا بقى اقسمها علشان اقدر ايه اقطعها واعرف امسكها. اقسمها كده يعني بشكل عشوائي كده اهو. بصوا ما شاء الله العجينه بتمط معايا عامله زي يعني عايزاكي تخليها زي اللبان كده، بصي تمط معاكي وما تتقطعش. يلا هبدا بقى اقطعها، وانا هنا عايزه الكور بتاعتي كلها مقاس واحد. ليه؟ لاني هحطهم على بعض وانا شغاله هتفهموا انا قصدي ايه. فانت لو هتقدري تقطعيها بايدك وتخلي وزن ايدك واحد تمام قوي. لو عايزه تعمليها على الميزان مفيش مشكله اعمليها. انا كنت وزنه القطعه 85 جرام، فكانت مدياني يعني الحجم الكويس. يلا هبدا كده ايه اكورها زي ما انتم شايفين، بعملها زي بقجه كده والفها على الرخامه، بتتلف معايا بمنتهى السهوله. وكده كده العجينه مساعداني يعني مريحاني اهو. طبعا هعمل كل الكميه بنفس الطريقه دي واغطيها على طول عشان ما تنشفش. حابه بقى تقطعي بايدك كده من غير قطاعه ومن غير الكلام ده كله مفيش مشكله. يعني الطريقه اللي انت عايزه تقطعي بيها دي بتاعتك انت، قطعي زي ما انت عايزه. كل الكميه هعملها بالطريقه دي، وطبعا بتريح معايا. يعني على ما اخلص الكميه كلها تكون الاول واحده انا شكلتها ريحت معايا. بصوا سهله وبسيطه وما خدتش وقت. بصوا دي ما شاء الله الكميه كلها اهي. هسيبها بس ايه ربع ساعه كده تريح زي ما قلت لك. كل ما هتريحي العجينه وهتديها حقها هتديكي نتيجه زي الفل. خلاص تمام كده ابدا بقى اشتغل. بصوا بقى انا معايا هنا سمنه مسيحاها، انا هاخد من السمنه دي يعني مش هيكمل الربع كوبايه. مش هستخدم زبده خالص في الوصفه دي. انا طبعا عارفه ان طريقه الكرواسون الاصليه بيتحط لها لبن وزبده. لا انا ولا حطيت لبن، ولا حطيت قصدي بيض مش لبن يا جماعه معلش ولا حطيت بيض ولا حطيت زبده. خلاص انا عاملاها لكم بطريقه سهله زي ما عملت لكم الفينو كده اقتصادي، وكانت نتيجته روعه روعه روعه. عايزه اقول لكم ان عندي الولاد بالف هنا وشفا خلاص يعني عايزين الفينو بتاع البيت على طول، مش عايزين بتاع الافران اللي بره. والمخبوزات عموما الحمد لله انا وولادي يعني بنحبها تكون معموله في البيت. بصوا بقى بتدي بقى البيت كده ايه ريحه وخير وجو الشتاء ده وحلو قوي. بصوا عشان ما اخدكمش في الكلام، هنا ايه كوره كوره كده مسكتها ودورتها زي ما انتم شايفين كده، وجبت طبق حطيت فيه دقيق، اي طبق عندك فيه دقيق، وهبدا بقى ايه ارص فيها واحط ايه مسحه سمنه كده ماشي، واعمل الكوره اللي وراها. طيب انا هعمل طبقات من الدواير دي من العجين ده، هعمل طبقات. عدد الطبقات بقى اللي يريحك، ملوش يعني ايه حاجه اساسيه. عايزه تعملي 5 6 7 10 اعملي اللي انت عايزاه. كل ما هتكتري الطبقات كل ما هتديكي التوريقه اللي انت بتشوفيها. بس يعني نصيحه ما تكترهاش قوي يعني. انا بالنسبه لي لو انت عايزه تمشي زي ما انا ماشيه كده، انا عملت كل واحده 7 طبقات، واخر 2 كانوا 5. خلاص يعني هي عملت معايا حوالي 5 مجموعات كده، كل واحدة كانت 7 واخر 2 كانوا 5، وبرده كانوا في منتهى الجمال. خلاص وكانت خفيفة وطرية، ولدرجة ان انا قلت يا ريتني عملتهم كلهم 5 أو 6 يعني. بس برده كانت جميلة جدا. ما بين كل طبقة وطبقة بدهن سمنة، واروح ايه لفها في الاخر بكيس زي ما انتم شايفين، واسيبها برده تريح. هي ربع ساعة ولقيتها اتنفخت معايا وريحت. هاخد بقى جزء جزء. بصوا عشان كده بقول لكم انا عايزه الكور اللي احنا عملناها كلها مقاس واحد، علشان العجينه كلها لما تتحط على بعض تكون مقاس واحد زي ما انتم شايفين. فهمتوا بقى قصدي ايه؟
بصوا بقى، حاولي على قد ما تقدري ان انت تسوي الطبقات دي كلها على بعض، وفي الاخر بالنشابه كده هتفرديهم، هيدوكي في الاخر كلهم طبقه واحده، يعني مش هيبانوا ان هما طبقات ولا اي حاجه. يلا عملت الناحيه، يعني عملت جزء وايه، ورحت قلبها الناحيه التانية علشان اضمن ان هي كلها تديني سوى واحد وحجم واحد، ما تبقاش واحده طالعه كده وواحده طالعه كده. بصوا من ورا زي قدام، وهفضل بقى افرد فيها زي ما انتم شايفين كده اهو. شايفين الكرة الصغيرة ادتني حجم قد ايه اهو. هسويها على قد ما اقدر واخليهم كل الطبقات سوا واحد وحاجة واحدة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا على ما بخلص بيكون الباقي بيريح معايا، علشان كده العجينة انتوا شايفينها مش بتمط ولا عاملة زي الاستيك ولا كل ما افرد فيها تلم معايا. لا بصراحة كانت مساعداني جدا جدا، لاني مديها حقها في الفرد وفي العجن وفي التريح. طب انتي عملتيها فردتيها ولقيتي العجينه عماله تلم معاكي، كل ما تفردي تلاقيها تلم معاكي زي الاستيك، يبقى كده هي محتاجه ان هي تريح شويه، سيبيها كمان 10 دقايق. تمام كده. طبعا اللي ليه اي سؤال، اللي ليه اي حاجه يا جماعه والله في اي وقت ابعتولي، وانا عينيا ليكوا وارد عليكوا في اي وقت. وربنا يا رب يحسن ما بين ايديكوا جميعا، واعملوا الحاجه في البيت، الحاجه جميله جدا جدا في البيت خصوصا وقت المدارس. بص بقى، قطعت البيتزا كده ولو مش موجوده بسكينه حاميه، وهبدا اقطعها 4/4، وكل ربع بقى هبدا اقطعه زي ما انتم شايفين مثلثات صغيره. والمثلثات دي بقى يعني على حسب ما انت عايزه الحجم بتاعك قد ايه. انا هعمل حجمين، يعني حجم متوسط كده حلو، وحجم اللي هو الميني الصغير خالص، يعني هوريهولكوا في الاخر وانا بلفه. فانتي يعني انتوا لو تلاحظوا ان انا ايه، يعني في واحده كبيره واحده صغيره مش مشكله خالص عادي. المهم ان انتي ما تكبريش، ليه؟ لان هي لسه بتخمر، ولسه كمان في الفرن حجمها برضو بيزيد، فانتي ما تكبريش المثلثات اللي انتي شايفاها دي. يلا هبدا اعمل لها فتحه صغيره كده من تحت، علشان وانا بلفها تتلف معايا بمنتهى السهوله برضو، هتفهموني كويس وانا شغاله. يا رب اكون عارفه اوصل لكم المعلومات والحاجه تكون سهله وبسيطه عليكم ان شاء الله، وتعملوها في بيوتكم في منتهى السهوله. بصوا بقى الحشوه طبعا اللي يريحك، انا هحشي شوكولاته، هعمل شويه بحشوه الشوكولاته وشويه ساده. انت بقى ممكن تحشي شوكولاته، ممكن تحشي نوتيلا، ممكن تحشي، بس نصيحه لو هتحشي جبن يبقى ابعدي عن الجبنه الفيتا لانها تسيح منك. يعني لو عايزه تحشي الجبن يبقى هتحشي اللي هي الاسطنبولي، لانها بتستحمل الحراره وبتبقى ماسكه وبتبقى حلوه جدا في الحشوات. بصوا هبدا الف كده زي ما انتم شايفين بس، وهي بتمسك وما بتفكش معايا ولا اي حاجه. هوريكم كده برضو بالتفصيل علشان الكلام خدنا شويه، فهوريكم وانا بلف. بص هتحطي الحشوه بتاعتك، انا حطيت شوكولاته والشوكولاته دي خام، ما خرزتش مني ولا خرجت ولا اي حاجه ولا خرجت من العجينه. بصوا هبدا الفها كده اكني بحشي اي حاجه، وانا بلف بشد، فاهميني؟ يعني وانا بصوا شايفين انا بشد العجينه ازاي، يعني وانتي بتلفي شدي وجمدي قلبك واعملي وما تقلقيش خالص، عشان تتلف معاكي كويس وعلشان ما تبقاش القطعه بتاعتك تخينه. بصوا انا هنا على ما خلصت ده ايه، العجينه ما شاء الله عماله تترفع معايا، فايه هبطها شويه يعني عادي، يعني اضغطي عليها بايدك بالنشابه مفيش اي مشكله. بصوا هنا اهو بلف اهي، وشايفين بشد ازاي الطرف الاخراني، واروح ايه لفيه، بتديني الشكل دي شوكولاته يعني مش حاجه. بس طبعا هعمل الكميه كلها بنفس الطريقه زي ما قلت لك، الحشوه اللي تريحك واللي انتوا بتحبوها. انا كان عندي في البيت بصراحه الشوكولاته فحشيت بيها. الناس اللي بتقول ان الشوكولاته بتخرز في الفرن مع السخونيه، ابدا والله زي الفل، اعمليها وعلى ضمانتي. عايزه تحشي نوتيلا احشي، بس ما تكتريش عشان ما تخرجش منك وهي في الفرن. جبن، اي جبن انتي بتحبيها، بس بعيدي زي ما قلت لك عن الفيتا. بس زي الفل اهي. طبعا المقاس ده الحجم ده كويس جدا، وهوريه لكم في الاخر وانتوا شفتوه في اول الفيديو. طبعا معايا بقى الصينيه بتاعتي او الصاج بتاعي، انا دهناهم دهنه زيت خفيفه او دهنه سمنه حتى من اللي يعجبك، يعني مش هتفرق، علشان بس ما تلزقش فيها في الفرن. واروح ايه رصهم، وانت بترصيهم يعني بعديهم عن بعض شويه. بصوا اهو سهله جدا جدا ما فيهاش اي حاجه اهو. بصوا اهي منتهى السهوله والبساطه.
ادي هنا الجزء التاني اهو خدته، وابدا ايه كده ابططه طبعا لانه خلاص بقى اتنفخ معايا وخمر تاني واستريح. بصوا وابدا اسوي بقى الطبقات زي ما انتم شايفين كده اهي، واروح برضو عاملاها نفس اللي عملته في الاولانيه هعمله في كل اللي انا عاملاه. ما شاء الله العجينه حلوه قوي، امشوا بس زي ما بقول لكم بالظبط. هنا المفرش كان مضايقني بس في الاخر هشيله، يعني مفيش احسن بصراحه من الرخامه. يعني انا كنت بستريح على عجن الرخامه جدا جدا وعلى تقطيع الرخامه وكل حاجه. بصوا نفس اللي عملته. انا بقى هصغر واكبر وهعمل الصغنن خالص. بيبقى جميل بصراحه مع كوبايه الشاي كده، بيبقى جميل لو حد جالك تقدميه مثلا، جميل بقى على الفطار الصبح مع كوبايه شاي بلبن. للمدارس لو هتحطيه للولاد. بصوا الحاجات دي حلوه قوي في البيت. ان شاء الله الفتره الجايه هنعمل برضو شويه حاجات حلوين قوي هتعجبكم. هي الشتا بصراحه عايزه الحاجات دي. هنا بقى عجنت على الرخامه. بصوا فردت قصدي على الرخامه. بصوا فرد الرخامه حلو قوي. حاجتك نظيفه وزي الفل وانت اللي بتعمليها بايدك واثقه منها، فجمدي قلبك واشتغلي وافردي واعجني. ولو قلقانه وعايزه تجربي في نص كيلو جربي في نص كيلو. اديتك مقادير كيلو اقسميها نصين، مش هتاخد منك وقت خالص، مش هتاخد منك تعب ولا مجهود ولا اي حاجه. وعايزه اقول لكم ما بياخدش وقت في الفرن خالص. هنا بقى ده تقريبا هعمله ساده، اللي هو الميني الصغير كده هعمله ساده. انا بحبه ساده كده مع كوبايه شاي بلبن الصبح بصراحه. اهو طبعا بيرمي معاكي كتير. بصوا ده انا هعمله ساده على طول كده صغنن كده على قدي. بصوا عسل خالص. في الوقت ده الفرن بتاعي سخن. الفرن بيخش يا جماعه على درجه حراره سخنه. طب التسويه بتكون ازاي؟ بنزل الشبكه على اول رخامه من تحت، على اول رخامه ايه ريست، على اول الصاجه من تحت فوق الصاجه على طول. بس هنا الاول هدهن الوش بتاعه شويه حليب كده. حابه تعملي صفار بيضه اعملي صفار بيضه، حابه تحطي كيس نسكافيه على اللبن حطي كيس نسكافيه على اللبن. بصي اللي انت عايزاه حطيه، مفيش حاجه هتقولك لا، مفيش حاجه هتبوظ معاكي ولا اي حاجه. اعمله ما تقلقيش خالص. هنا انا عملت لبن ساده خالص من غير اي حاجه. ما عندكيش لبن عندك صفار بيضه، بس انا قلت بصراحه خساره البيضه، يعني البيض غلي دلوقتي فاللبن كده كده موجود. بصوا دخلته بقى زي ما قلت لكم. بسم الله ما شاء الله. طبعا الكميه دي في قدها مره تاني او مره ونص تاني. هفتحها لكم واوريها لكم دلوقتي عامل ازاي. نخش بقى الاول نكمل التسويه. الفرن بتاعي سخن مشغله من تحت نار متوسطه مش واطيه عشان ما ينشفش منك. خلاص وبتدخليه بيقعد حوالي ما فيش ربع ساعه وخلاص. وبتطلعيه. اول ما بتطلعيه بتغطيه على طول بفوطه وفوقيها كيس بلاستيك. عايزه تعملي لها بخاخه ميه اعملي بخاخه ميه اول ما يخرج. بصوا يا جماعه طري جدا ازاي، والشوكولاته حلوه جدا جواه، والتسويه بتاعته من تحت عامله ازاي ومن فوق. والشوكولاته بتاعتي ما خرجتش من الجناب ولا اي حاجه ولا ساحت ولا الكلام ده كله، في منتهى الجمال. ده الحجم الوسط اللي انا كنت عاملاه. بصوا عايزه اقول لكم طري قوي وطعمه حلو قوي قوي. بصوا شايفين مفرغ من جوه ازاي. طبعا الرولات اللي معموله دي على حسب كميه العدد الطبقات اللي انت عاملاها. بصوا هش جدا ازاي. هنا طبعا كان في ناس بقى واقفه جنبي كده بالهنا والشفا على طول لحقاني كل ما افتح واحده يلا بالف هنا وشفا. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم وتعملوا احسن من كده مليون مره. بصوا العلبه دي بقى جميله جدا انصحكم بيها، حلوه قوي قوي. في منها مقاسات ده المقاس الصغير ان شاء الله ربنا يسهل، وهجيب كمان المقاس الكبير منها. دي بقى تحطي فيها بقى المعجنات تفضل طريه معاكي. تحطي فيها بصي خضار، تحطي فيها بسكوتات، تحطي بصي استعمالاتها كتير جدا جدا. تحطي فيها بيتزا تبقى فظيعه برده حلوه قوي. خارجه بقى وعامله سندوتشات للولاد برده فظيعه جدا جدا حلوه قوي ومحكمه قوي وفي منتهى الجمال. انصحكم تجيبوها. انا لما جبتها قلت يا ريتني جبت منها كمان واحده تاني، وهجيب ان شاء الله الحجم الكبير منها. عجبتني بصراحه. هبدا ارصهم كده زي ما هما واروح مغطياهم بيفضلوا طراي معايا. يلا وبألف هنا وشفا بقى الكل اللي يجربها واللي يجرب الفينو
يقول لي، واللي هيجرب الكرواسون يقول لي. ولسه ان شاء الله هنخش على الباتيه وهنخش على معجنات حلوه كتير هتعجبكم. العجان رايي فيه اللي سالني، العجان زي الفل بصراحه، شغال معايا حلو قوي، وانا جربت فيه كذا حاجه الفتره اللي فاتت علشان اجربه كويس. فلا زي الفل بصراحه، في منتهى الجمال. لو عايزينه لا هاتوه على ضمانتي، حلو جدا جدا. بس هنا طبعا كنت باكل بقى وانا شغاله من حلاوته، لا حلو قوي بجد. اهم حاجه زي ما قلت لك، اول ما يخرج من الفرن بالبخاخه كده بخه ميه، بس مش كتير عشان ما يعجنش منك، وتروحي مغطياه بفوطه وفوقيها كيس بلاستيك، وتسيبيه لغايه لما يهدى، ما تشيلوهوش من الصينيه لغايه لما يهدى معاكي، وبعد كده شيليه بقى. يلا اشوفكم في وصفه جديده وفيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمه